أهلا مشاهدينا الكرام مرة أخرى معكم هلال. اليوم أريد أن أتحدث عن تاريخ العرب وكيف عاشوا وماذا أنتجوا، ما هي تصرفاتهم، هل كونوا حضارة، ماذا فعلوا في السنوات التي قضوها في القرون الأولى الإسلامية حتى القرون الرابع عشر. ابن خلدون هو مخصص في التاريخ الإنساني والاجتماعي، ويجمع عقيدة البشر وتصرفاتهم وماذا يفعلون إلى آخره. أيضا سنتطرق إلى بما يسمونهم علماء في الحضارة الإسلامية، هل كفروهم الإسلام السائد آنذاك، وماذا قالوا عنهم إلى هذا الأمر. خلينا ندخل في الحلقة مباشرة. هنا في تاريخ ابن خلدون جزء 1 صفحة 158 ماذا يقول؟ يقول أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب. ابن خلدون يقول هذه الجملة. أنا قناتي مخصصة في الأديان والعقائد، أنا هنا أأتي بالرأي والرأي الآخر، لا أتبنى أي فكر من هؤلاء. ابن خلدون هو شخص مسلم يتحدث عن العرب. قال العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب، والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم، فصار لهم خلقا وجبلة، وكان عندهم ملذوذا لما فيه من الخروج عن ربقة الحكم، وهذه طبيعة منافية للعمران ومناقضة له. ومناقضة له. كلام خطير في حق العرب، أنهم يخربون ولا لا يشيدون مباني، وهمهم فقط الحكم والسياسة. فغاية الأحوال العادية كلها عندهم الرحلة والتغلب. انظر، يرتحلون ويتغلبون عن الآخرين، وذلك مناقض للسكون الذي به العمران ومنافي له. ليس لهم سكون ولا عمران واحد، ممكن يرتحلون ويتغلبون في مناطق أخرى، يتخذون العمران الأخرى سكن لهم. فالحجر مثلا إنما حاجتهم إليه لنصبه أثافي للقدر، فينقلونه من المباني ويخرجونها عليه ويعدونه لذلك. يستخدمون الحجر والكدر والمباني، يخربون المباني، يأتون مثلا بيت عادي مثل الآن بالخرسان كل شيء، يذهبون ويخربونه، يأتوا به بشيء من ذلك المبنى، يخربونه ثم يصنعون به منازل مؤقتة، لا يشيدون مع مثل الآن معمار كبير. وهذا كلام خطير صراحة في حق العرب. أنا شخصيا لا أعلم إن كان هذا صح أو لا، لكن توجد في كتابات ابن خلدون. يكمل ابن خلدون يقول والخشب أيضا إنما حاجتهم إليه ليعمدوا به خيامهم ويتخذوا الأوتاد منه. يأخذون العمود، يأخذون المباني ويخربونها، حاجتهم، ثم يصنعون به أشياء هكذا فقط مؤقتة، وأمور القدر وكذا، فيخربون السقف عليه لذلك. والله كلام خطير جدا. فصارت طبيعة وجودهم منافية للبناء الذي هو أصل العمران، لأنه يقول أنه العرب آنذاك لا يحبون تشييد العمران، ومثلا تشييد العمران والعمل وتأسيس حضارة وإقامة مباني ومؤسسات، فهم طبيعتهم منافية لذلك، كأنهم حيوانات. وهذا كلام خطير من جواد علي. انظر، ويكمل هذا في حالهم على العموم، دائما أو عامة هكذا حالهم. المهم يا جماعة، هذا الكلام خطير جدا فيما قاله ابن خلدون. الذي يريد أن يرجع إلى المصدر تاريخ ابن خلدون جزء 1 صفحة 158. وأيضا فطبيعتهم انتهاب ما في أيدي الناس، أخذ ما في أيدي الناس، وأن رزقهم في ظلال رماحهم. كلمة خطيرة جدا. يلتهمون أمور الناس، يسرقونها، وبالسيف يأخذون الأمور رزقهم، وليس عندهم في أخذ أموال الناس حتى ينتهون إليه، بل كلما امتدت أعينهم إلى مال أو متاع أو ماعون انتهبوه، أخذوه خلاص. فإذا تم اقتدارهم على ذلك بالتغلب والملك، بطلت السياسة في حفظ أموال الناس وخرب العمران. إذا هم ذهبوا وفتحوا بلد وقالوا لهم استسلموا خلاص، سينتهون عن السرقة وضرب الرزق في ظلال الرماح، وسيكونون أموالهم للناس ويقتدون بتقاليدهم وعقائدهم. فهم عندما أنت تستسلم هم خلاص يكفون على ذلك.
وأيضا فلأنهم يتلفون على أهل الأعمال من الصنائع والحرف، أعمالهم لا يرون لها قيمة. كلمة خطيرة، يعني حتى الصنائع والحرف والأعمال ليست لهم قيمة ويتلفونها، ولا قسطا من الأجر والثمن والأعمال كما سنذكره هي الأصل في المكاسب وحقيقتها. وإذا فسدت الأعمال وصارت مجانا ضعفت الأمال في المكاسب وانقبضت الأيدي عن العمل وابتعر الساكن وفسد العمران. يعني يقول أنه نتيجة هذا الذي يفعلونه يعني تكون هذا هو يعني الحالة النهائية لفعلته. أيضا في مقدمة ابن خلدون جزء 1 صفحة 262: وكان العرب لعهد الخلفاء الأولين من بني أمية إنما يسكنون بيوتهم التي كانت لهم خياما، يعني كانت خيام في عهد أمية، من الوبر والصوف. انظر، الوبر هو يعني الحيوانات، والصوف. ولم تزل العرب لذلك العهد بادين إلا الأقل منهم، فكانت أسفارهم لغزواتهم وحروبهم، كلمة خطيرة، بضعونهم وسائر حللهم وأحيائهم من الأهل والولد، كما هو شأن العرب لهذا العهد. فلما تفننت الدول العربية في مذاهب الحضارة والبذغ ونزلوا المدن والأمصار وانتقلوا من ساكن الخيام إلى ساكن القصور، يعني أخذوا القصور انتقلوا، ومن ظهر الخف إلى ظهر الحافر، اتخذوا للساكنين في أصفارهم ثياب الكتان يستعملون منها بيوت مختلفة الأشكال مقدرة الأمثال، من القوراء والمستطيلة والمربعة، ويحتفلون فيها بأبلغ مذاهب الاحتفال والزينة. يعني يقومون بهذه الأمور. لكن كلام خطير عن العرب فيما قاله ابن خلدون. تاريخ ابن خلدون جزء 1 صفحة 430 يقول في أن العرب أبعد الناس عن الصنائع، والسبب في ذلك أنهم أعرق في البدو، يعني ناس يعني متخلفين بدو، وأبعد عن العمران الحضاري وما يدعو إليه من الصنائع وغيرها. والعجم من أهل المشرق وأمم النصرانية عدوة البحر الروماني. يعني والله كلام خطير. يعني يكمل هنا: أقوم الناس عليها لأنهم أعرق في العمران الحضاري وأبعد عن البحر وعمراني. يعني يذم العرب ويمدح في المسيحيين وحضارة حضارة رومانية آنذاك. حتى إن الإبل التي أعانت العرب على التوحش، يعني عانتهم كأنه غزوات في القفر والإعراق في البدو، مفقودة لديهم بالجملة، ومفقودة مراعيها والرمال المهيئة لنتاجها. يعني الإبل يعني يستعملونها ثم خلاص يأكلونها ويجعلونها كأنهم وحش، يعني ليست لديهم إنسانية، لا صنائع، لا عمران، لا تشييد، لا حرف، لا عمل. يأخذون أمور غيرهم، يسرقون، حتى يعني الإبل بتاعهم يعني لا، عندما يحتاجونه يعني يغزون به ثم يعني يكفون عنه. ولهذا نجد أوطان العرب وما ملكوه في الإسلام قليل الصنائع، يعني كأنه يقول أنه العرب ليس لديهم حضارة وقليل الصنائع بالجملة، حتى تجلب إليه من قطر آخر. وانظر بلاد العجم، يعني كأنه يريد أن يمدح بلاد الآخرين، من الصين والهند وأرض الترك وأمم النصرانية، كيف استكثرت فيهم الصنائع واستجلبها الأمم من عندهم. يعني كأنه أخذوها من الأمم الأخرى مثل الصين والهند والترك والأمم النصرانية، العرب أخذوا هذه الأمور منهم. وهذا كلام ابن خلدون عن العرب، أيضا كلام خطير. وأنا يعني لست في ذلك القرن الرابع عشر، فلذلك أنا آخذ ما قاله ابن خلدون. أكرر، هذا ليس كلامي ولا أتبناه، لكن قناتي مخصصة في الأديان والعقائد وما يفعله الناس، لذلك أعرض الفكر والفكر الآخر. تاريخ ابن خلدون جزء 1 صفحة 431 يقول أن المشرق كان متحضرا قبل الإسلام، وأما المشرق فقد رسخت الصنائع فيه منذ تلك الأمم الأقدمين من الفرس والنبط والقبط، فرس نبط والقبط، وبني إسرائيل ويونان والروم أحقابا متطاولة، يعني كلهم يعني متحضرين إلى العرب، فرسخت فيهم أحوال الحضارة ومن جملتها الصنائع كما قدمناه، فلم يمح رسمها. يعني كأنه يمدح في الأمم الأخرى ويذم العرب. تاريخ ابن خلدون صفحة 628 إلى 629. العجم هم أتقن حتى العلوم الإسلامية. من الغريب الواقع أن حملة العلم في الملة الإسلامية أكثرهم العجم. يعني يريد أن يقول حتى العرب لم يفلحوا مثلا في عقائدهم. البخاري ومسلم ويعني كل الذين يعني أتوا يعني ليس الأحاديث، يعني كأنه الصحيح والضعيف وجمعوها، هم عجم. وليس في العرب حملة علم، لا في العلوم الشرعية ولا في العلوم العقلية. كلام خطير جدا. يقولون أن العرب حتى العلوم الشرعية لم يعملوها، بل الآخرين العجم
كل الذين اليوم ترونهم في الدين من علوم هم عجم ليسوا عرب. فابن خلدون يقول لهم لا، في العلوم العقلية يعني الإبداعات والتجارب والكيمياء وكذا والعلوم الدينية ليس فيهم شيء إلا في القليل النادر. يعني يقول أنه هناك بعض صح قليل نادر جدا من العرب، وإن كان منهم العربي في نسبه فهو أعجمي في لغته. يعني يقول أنه إذا كان واحد يتكلم العربية فاعلم أنه عجمي عربته اللغة العربية. يعني يقول لك مثلا سوريا، العراق، الأردن، فلسطين، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، تركيا، الهند، كلهم أعجمي عربتهم فقط يعني الفتوحات ويعني العرب عندما كونوا بما يسمى يعني إمبراطورية. ثم يقول ومرباه ومشيخته مع أن الملة عربية وصاحب شريعتها عربي. يقول أنه يعني يقول هنا على محمد عليه الصلاة والسلام أنه مع أنه الملة هم عرب، يعني النبوة أتت من العرب ومن محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان عربي، يعني وأخذوا منهم العلوم فأصبحوا هم أحسن من هؤلاء العرب الذين أنتجوا أو أسسوا أو آمنوا بهذه الديانة. والسبب في ذلك أن الملة في أولها لم تكن فيها علم ولا صناعة. كلام خطير. يعني يريد أن يقول أنه يعني الصحابة والأولين لم يكن فيهم لا علم ولا صناعة لمقتضى أحوال السذاجة والبداوة لأنهم سذج وبدويين، وإنما أحكام الشريعة التي هي أوامر الله ونواهيها كان الرجال ينقلونها في صدورهم، يعني لا يكتبون شيئا ينقلون في صدورهم، وقد عرفوا ما أخذها من الكتاب والسنة بما تلقوه من صاحب الشرع وأصحابه، يعني صاحب الشرع محمد صلى الله عليه وسلم وصحابه. والقوم يومئذ عرب لم يعرفوا أمر التعليم والتأليف، لا تعليم ولا تأليف ولا تدوين، ولا دفعوا إليه ولا دعتهم إليه الحاجة، يعني كأنهم غير معنيين أبدا. ابن خلدون يعني والله كلام خطير، لا أعلم يعني أتمنى أن يكون هذا الأمر يعني غير صحيح. تاريخ ابن خلدون جزء 1 صفحة 629. سؤال: لماذا كان أغلب فقهاء الإسلام عجم؟ وقد كنا قدمنا أن الصنائع من منتهى الحضر، وأن العرب أبعد الناس عنها، يعني يشتمهم، فصارت العلوم لذلك حضارية، وبعد العرب عنها عن سوقها، والحضر لذلك العهد هم العجم، يعني الحضارة من العجم، أو في معناهم من الموالي وأهل الحواضر الذين هم يومئذ تبع العجم في الحضارة وأحوالها من الصنائع والحرف، لأنها أقوم على ذلك الحضارة الراسخة فيهم منذ دولة الفرس. يعني يريد أن يقول أن العجم الذين أتوا من الفرس وأصبحوا مسلمين أو تعربوا لم يأخذوها من العرب البدويين، بل أخذوها من يعني خلفيتهم الوثنية وخلفيتهم يعني الفرسية، يعني أهل الفرس. فكان صاحب صناعة النحو سيبوي والفارسي من بعده، والزجاج من بعدهما، وكلهم عجم في أنسابهم. يعني يريد أن يقول أنه هذا الشخص والفارسي وبعده زجاج من بعدهم وكلهم عجم في أنسابهم، وإنما ربوا في اللسان العربي فاكتسبوه بالمربى ومخالطة العرب وسيروه قوانين وفنن لمن بعدهم. والله يعني كأنه كلام خطير، ولا أعلم أن هنا أنقل فقط واللغة العربية مفهومة. يكمل في تاريخ ابن خلدون جزء 1 صفحة 620-630. وكانت حملة الحديث الذين حفظوه على أهل الإسلام أكثرهم عجم، يعني حتى الحديث، أو مستعجمون باللغة والمربي لاتساع الفن بالعراق، يعني أهل العراق. وكان علماء أصول الفقه كلهم عجما كما يعرف، وكذا حملة علم الكلام، وكذا أكثر المفسرين، ولم يقم بحفظ العلم وتدوينها إلا العجم، يعني كل العلماء المسلمين هنا عجم. وأما العرب الذين أدركوا هذه الحضارة وسوقوها وخرجوا إليها عن البداوة فشغلتهم الرياسة، يعني كأنهم يريدون الحكم فقط في الدول، يعني في الدولة العباسية، وما دفعوا إليه من القيام بالملك عن القيام بالعلم والنظر فيه، يعني كأنهم يحبون الملك والرئاسة عن أن يتعلموا وينظرون إليه. فإنهم كانوا أهل الدولة وحاميتها وأولى سياستها، مع ما يلحقهم من الأنفة عن انتحال العلم حينئذ بما صار من جملة الصنائع، والرؤساء أبدا يستنكفون عن الصنائع والمهن وما يجر إليها، ودافعوا ذلك إلى من قام به من العجم، يعني كأنهم هم يحبون فقط يعني الرئاسة ويحبون التحكم، ودفعوا العجم إلى العلم والأمور الحرف والأمور الأخرى، هم فقط السلطة والقيام بالتوسع. كلام خطير جدا. يقول هناك بعض العلماء المسلمين مثلا العجم، مثلا البخاري من بخاري أوزبكستان، مثلا مسلم بن الحجاج
هو من إيران نيسابور، النسائي نسا من تركمانستان، الترمذي من أوزبكستان، ابن ماجه قزوين إيران، محمد بن جرير الطبري طبرستان إيران، سيبوي ولد في من إيران أيضا، شيراز من إيران، كلهم عجم وليسوا عرب. وابن خلدون يقول فيهم كلام أنهم غير متحضرين. يكمل في تاريخ ابن خلدون جزء 1 صفحة 382 ذكريات أيضا في تاريخ طبري. هنا ماذا يقول؟ في أن المباني والمصانع في الملة الإسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها وإلى من كان قبلها من الدول، والسبب في ذلك ما ذكرنا مثله في البربر بعينه، إذا العرب أيضا أعرق في البدو وأبعد عن الصنائع، وأيضا فكانوا أجانب من الممالك التي استولوا عليها قبل الإسلام، يعني يأخذون الأمور ويستولون إليها قبل الإسلام، ولما تملكوها لم ينفسح الأمد حتى تستوفي رسوم الحضارة، مع أنهم استغنوا بما وجدوا من مباني غيرهم. وأيضا فكان الدين أول الأمر مانعا من المغالاة في البنيان والإسراف فيه في غير قصد، كأنهم يقولون أن البنيان وعمل الأمر كأنه عندهم كفر وزندقة ومغالاة ولا يجب الإسراف فيه في غير قصد. كما عاهد لهم عمر حين يعني هنا يعني يقول عن عمر، كما عاهد لهم عمر حين استأذنوه في بناء الكوفة بالحجارة، وقد وقع الحريق في القصب الذي كانوا بنوا به من قبل، فقال افعلوا ولا يزيدن أحد على 3 أبيات، يعني كأنه 3 طوابق، يعني لا تكونوا عمران طويلة، ولا تطاولوا في البنيان، والزموا السنة تلزمكم الدولة، يعني أنتم فقط الزموا السنة والقرآن والدين والدولة ستكون معكم رائعين، أما الحرف والعمل والعلم وكذا خليهم للعجل، نحن نوسع نفتح نأخذ، يعني إذ وجدنا شيء نخترعه ونخيم به نحن نحكم، يعني هكذا يعني ابن خلدون كما قلت في هذا المصدر. يكمل وعهد إلى الوفد وتقدم إلى الناس، هنا عمر، أن لا يرفعوا بنيانا فوق القدر. قالوا وما القدر؟ قال ما لا يقربكم من الصرف ولا يخرجكم عن القصد. فلما بعد العهد بالدين والتحرج في أمثال هذه المقاصد وغلبت طبيعة الملك والطرف، واستخدم العرب أمة الفرس وأخذوا عنهم الصنائع والمباني ودعتهم إليها أحوال الدعة والطرف، فحينئذ شيدوا المباني والمصانع، وكان عهد ذلك قريبا بانقراض الدولة، ولم ينفسح الأمد لكثرة البناء واختطاط المدن والأمصار إلا قليلا، وليس كذلك غيرهم من الأمم. هنا ابن خلدون جزء 1 صفحة 382 ذكريات أيضا في تاريخ الطبري. العلوم في الإسلام، ماذا يقول العلم في نظر الإسلام آنذاك؟ البداية والنهاية جزء 1 صفحة 251 يقول قال الشافعي كل العلوم سوى القرآن مشغلة، يعني مشغلة كأنه يعني سوى القرآن مشغلة، العلوم الأخرى مشغلة يعني حياة الدنيا، إلا الحديث وإلى الفقه في الدين، يعني الحديث والفقه في الدين صح علم، أما الآخر مشغلة لا يسوي شيء. العلم ما كان فيه قال وحدثنا، يعني قال وحدثنا وكذا، هذا هو العلم، وما سوى ذلك وسواس الشيطان. هذا نقله البداية والنهاية جزء 10 صفحة 251. إذن العلم هنا كأنه الشافعي يذم العلم. أعلام الموقعين لابن القيم جزء 1 صفحة 62 يقول ولبعض أهل العلم العلم قال الله قال الرسول، يعني العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة ليس خلف فيه، يعني ليس يعني لا تتنازعوا فيه، هو العلم الصح. إذن يعني كأنه هنا العرب لا يحبون أي شيء من نوع من الحضارة ومن نوع من المباني والحرف أو عمل شيء مادي نافع في الحياة الدنيا، بل يحبون فقط ما قال الله وما قال الرسول، ويعني كأنهم يريدون التوسع والحكم. هكذا قال ابن خلدون، وهكذا نقلنا في البداية والنهاية وأعلام الموقعين ابن القيم. مفهوم العلم في الإسلام، كيف يقول العلم، يعني ما مفهوم العلم في الإسلام؟ عند فتح الباري في شرح صحيح البخاري جزء 15 صفحة 223، سير أعلام النبلاء جزء 7 صفحة 86. وقال الأوزاعي العلم ما جاء عن أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم وما لم يجئ عنه فليس بعلم، يعني من لم يجئ عنه عن الرسول ليس علم، وهذا هو يعني المصدر. وهنا في فتوى ابن تيمية جزء 10 صفحة 653 لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وأما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما أبدا. هكذا يرى الإسلام آنذاك في القرن 9 إلى 14 العلم في نظر المسلم. في تاريخ ابن خلدون جزء 1 صفحة 530 يقول ما فعله المسلمون مع الكتب العلمية،
وأما الفرس فكان شأن هذه العلوم العقلية، يعني العلوم العقلية يعني الشيء الذي كيمياء يعني ترى تجريبية طب، يعني أمور يعني عقلية فيها تفكير عندهم عظيما، يعني الفرس شيء عظيم ونطاقها متسعا لما كانت عليه دولتهم من الضخامة واتصال الملك. يعني الفرس عندهم يعني ضخامة واتساع الملك وفهم العقلية عندهم عظيمة في العلوم العقلية، يعني ناس يعني متحضرين ومثقفين. لذلك ترون أن كل أيضا حتى العلوم الشرعية أتت من إيران. وأيضا يكمل ابن خلدون يقول: إلا أن المسلمين لما افتتحوا بلاد الفرس وأصابوا من كتبهم وصحائف علومهم ما لم يأخذه الحصر، كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في شأنها وتنقيلها للمسلمين، فكتب إليه عمر أن اطرحوها في الماء، يعني قال له عمر اطرحها في الماء، فإن يكن فيها هدى فقد هدانا الله بأهدى منه، وإن يكن ضلالا فقد كفناها الله. يعني يريد يقول: وإن يكن ضلالا فقد كفانا بها الله. يقول يعني اطرحها، نحن لا نريدها. نعيد: فإن يكن ما فيها هدى فقد أهدانا الله بأهدى منه، يعني القرآن والسنة، وإن يكن ضلال فالله كفانا منها، فاطرحوها في الماء في النار. وذهبت علوم الفرس فيها عن أن تصل إلينا، يعني حرقها وذهبت في الماء ولم تصل إلينا حتى إلى اليوم. هذا ما قاله ابن خلدون جزء 1 صفحة 530. في تاريخ المختصر الدول لابن العبري الدولة التاسعة ماذا يقول؟ العرب لم تعن إلا باللغة والشريعة، يعني العربية والشريعة والدين. قال القاضي صاعد بن أحمد الأندلسي أن العرب في صدر الإسلام لم تعنى بشيء من العلوم إلا بلغتها ومعرفة أحكام شريعتها، حاشا صناعة الطب. يعني هناك أيضا نوع من الطب يعني للأمانة، يعني هذا ما قاله. أيضا تاريخ ابن خلدون جزء 1 صفحة 532-533 ماذا يقول؟ وأما الروم فكانت الدولة منها اليونان، يعني الرومان أخذت الفلسفة من اليونان، وكان لهذه العلوم بينهم مجال رحب وحملها مشاهير من رجالهم مثل أساطين الحكمة وغيرها، يعني أفلاطون وكل الذين يعني. ثم جاء الله بالإسلام وكان لأهله الظهور الذي لا كفاء له، وابتزوا الروم ملكهم فيما ابتزوه للأمم، يعني كأنهم ابتزوا الروم وأخذوا كل شيء وابتزوا الأمم. وابتدأ أمرهم بالسذاجة والغفلة عن الصنائع، حتى إذا تبحبح السلطان والدولة وأخذوا من الحضارة بالحظ الذي لم يكن لغيرها من الأمم، وتفننوا في الصنائع والعلوم، تشرفوا إلى الاطلاع على هذه العلوم الحكمية. يعني يريد أن يقول أن العرب الذين اليوم تراهم مثقفين أخذوها من الروم واليونانيين، لذلك تراهم نوع من الحكمة بما سمعوا من الأساقفة والأقصة المعاهدين، بعض ذكر منها، يعني كأنهم أخذوا من المسيحيين والأساقفة والأقصة والرومان والحضارة اليونانية والحضارة الرومانية، فتعلموا شيئا معين وبما تسموا إليه أفكار الإنسان فيها. هذا ما قاله ابن خلدون. ويكمل: فبعث أبو جعفر المنصور إلى ملك الروم أن يبعث إليه بكتب التعاليم مترجمة، فبعث إليه بكتاب قليدوس وبعض كتب الطبيعيات، يعني كتب مترجمة. ملك الروم يعني يترجمونها إلا العربية، فقرأها المسلمون واطلعوا على ما فيها وازدادوا حرصا على الظفر بما بقى منها. وجاء المأمون بعد ذلك وكانت له في العلم رغبة بما كان ينتحله، فانبعث لهذه العلوم حرصا، وأوفد الرسل على ملوك الروم في استخراج علوم اليونانيين وانتساخها بالخط العربي، كأنه تحويل العلوم اليونانية وترجمتها إلى خط عربي. وبعث المترجمين لذلك فأوعى منه واستوعب، وعكف عليها النظار من أهل الإسلام وحذقوا في فنونها. وهذا في تاريخ ابن خلدون جزء 1 صفحة 532-533. إذن العرب أخذوا من الحضارات الأخرى وترجموا كتبهم وإلى غير ذلك، فهم لم يكونوا أهل علم بأنفسهم، حتى من كان فيهم عالم كان منهم أعجمي وفقط مستعرب. تاريخ ابن خلدون جزء 1 صفحة 533: العلوم موجودة عند أهل المشرق، يعني عند الآخرين، ويبلغنا عن أهل المشرق أن بضائع هذه العلوم لم تزل عندهم موفورة، وخصوصا في العراق العجم. العراق ليسوا عرب، هم عراق العجم، وما بعده فيما وراء النهر، وأنهم على ثبج من العلوم العقلية والنقلية لتوفر عمرانهم واستحكام الحضارة فيها، يعني كأنهم موجودة في المشرق وأخذوها عنهم. هذا ما يقوله ابن خلدون جزء 1 صفحة 533. حتى يعني لو رأينا هنا من كتب ألف ليلة وليلة مثل كتاب هزار أفسانة، وتفسير ذلك من الفارسية إلى العربية 1000 خرافة، والخرافة بالفارسية قالها أفسانة، والناس يسمونها هذا الكتاب ألف ليلة وليلة، الكتاب ألف ليلة، وهو خبر الملك والوزير وابنته وجاريتها، وهما شهرزاد ودينازاد،
وهذا ما قاله مروج الذهب المسعودي في الجزء الثاني صفحة 276. كليلة ودمنة أيضا في الأصل قصص هندية ترجمت للفارسية وللسريانية، ثم ترجمها عبد الله بن المقفع فارس زرادشتي اعتنق الإسلام وقتل بسبب اتهامه بالزندقة. يا سلام، يعني بأمر من الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور لوالي البصرة سفيان بن معاوية. يعني يريدون أن يقول حتى الحكايات والفنون والرسم وكذا والتي نشاهدها هم من أصل فارسية وهندية، حتى زرادشتية، هم اعتنقوا الإسلام. في الحاوي للفتاوي جلال الدين السيوطي جزء 1 صفحة 393 يقول: فن المنطق فن خبيث مذموم يحرم الاشتغال به، مبني بعض ما فيه على القول بالهيلولي، يعني كأنه يريد أن يقول أنه الهيلولي هي الماديات، يعني هذا كأنه زندقة، نحن نحب فقط الروحانيات يعني ما قاله الله وما قاله الرسول ويعني الآخرة وكذا، الذي هو كفر يجر إلى الفلسفة والزندقة وليس له ثمرة دينية أصلا بل ولا دنيوية، حتى الدنيوية يعني يقول لك ليس له منفعة. نص على مجموعة ما ذكرته أئمة الدين وعلماء الشريعة، فأول من نص على ذلك الإمام الشافعي، ونص عليه من أصحابه إمام الحرمين الغزالي في آخر أمره، يعني كأنهم يحتقرون للعلوم المنطقية والعلوم كذا ويقولون أنها زندقة وفلسفة وكفر. ويقول أكثر يقول أكثر من 45 عالم كفار وزنادقة وملاحدة. في فتاوى ابن تيمية جزء 9 صفحة 142: وكلامنا هنا في بيان ضلال هؤلاء متفلسفة، يعني الفلسفة، الذين يبنون ضلالهم بضلال غيرهم فيتعلقون بالكذب في المنقولات وبالجهل في المعقولات. يعني فلسفة هي من الشيطان وهي كذب وجهل وليس لها عقل أبدا. هذا ما قاله ابن تيمية في فتواه ابن تيمية جزء 9 صفحة 142. يكمل فتوى ابن تيمية جزء 9 186: كما قالوا لبعض أعيان القضاة الذين كانوا في زماننا: ابن سينا من فلاسفة الإسلام، فقال: لا، ليس الإسلام فلاسفة، ليس للإسلام فلاسفة. إذن ابن سينا ليس مسلما، والفلسفة ليس لها إسلام، والإسلام ليس للإسلام فلسفة. إذن كفر ابن سينا وقال أنه الفلسفة جهل وغير معقولة وكذب وضلال. في سير أعلام النبلاء جزء 16 صفحة 407 يقول: قال ابن صلاح: الفلسفة أس السفه والانحلال، السفه والانحلال، أس السفه والانحلال ومادة الحيرة والضلال ومثار الزيغ والزندقة، ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة. يعني ويلك، لا نحب هذه الأمور العقلية والفلسفة المؤيدة بالبراهين، ومن تلبس بها قارنه الخذلان والحرمان واستحوذ عليه الشيطان وظلم قلبه عن نبوة محمد، يعني كأنه يصبح كافر بمحمد وخلاص. يعني فالواجب على السلطان أعزه الله أن يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المشائم، يعني يقتلهم أو ينفيهم ويخرجهم من المدارس ويبعدهم. هذا ما قاله سير أعلام النبلاء جزء 16 صفحة 407. فتوى ابن تيمية جزء 29 صفحة 372 يقول: ومما يوضح ذلك أن الكيمياء لم يعلمها رجل له في الأمة لسان صدق، لا عالم متبع ولا شيخ يقتدى به ولا ملك عادل ولا وزير ناصح، وإنما يفعلها شيخ ضال مبطل. الكيمياء تظل ومبطلة مثل ابن سبعين وأمثاله، أو مثل بني عبيد، أو ملك ظالم، أو رجل فاجر. يعني من يشتغل بالكيمياء يعني هذا هو يعني جزاؤه، أو الكلام الموجه إليه، أو التهمة الموجهة إليه. فتاوى ابن تيمية جزء 29 صفحة 374. أنا لماذا أعرض هذه الفتاوى؟ أنا عرضت يعني العرب كيف كانوا يعيشون وكيف كانوا أمورهم ويعني توسعاتهم، يعني عقائدهم وعلومهم. فالآن أرى فتوى الإسلام آنذاك عن العلم، عن الفلسفة، الكيمياء، الطب، المنطق، كل شيء. والكيمياء أشد تحريما من الربا. انظر كلام خطير من ابن تيمية. والكيمياء أشد تحريما من الربا. قال القاضي أبو يوسف: من طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب الدين بالكلام تزندق، يعني ليس بالكلام، ومن طلب غرائب الحديث كذب. ويروي في هذا الكلام عن مالك والشافعي. مجموع فتاوى ابن تيمية جزء 29 صفحة 368 يقول: ولم يكن في أهل الكيمياء أحد من الأنبياء. يعني لماذا سنكون يعني نحن نحب الكيمياء؟ حتى الأنبياء لم يكونوا علماء، ولا من علماء الدين، ولا من مشايخ المسلمين، ولا من الصحابة، ولا من التابعين لهم بإحسان، يعني لم يكونوا أهل الكيمياء أبدا. وأقدم من رأينا ويحكى عنه شيء في الكيمياء خالد بن يزيد بن معاوية، وليس هو ممن يقتدى به المسلمون. يعني حتى خالد بن يزيد بن معاوية يعني هذا لا يقتدى به المسلمون في دينهم ولا يرجعون إلى رأيه. يعني حتى الشخص الباقي خالد بن يزيد بن معاوية كان يعني من عالم في الكيمياء، هذا أيضا شخص لا نأخذ منه ديننا، لأنه فيه نوع من الشك أنه اتخذ الكيمياء علم. ابن سينا فارسي يقول في نظر المتقدمين من علماء المسلمين ماذا يقولون عنه؟
فتاوى ابن تيمية جزء 9 صفحة 82. وابن سينا تكلم في أشياء من الإلهيات والنبوءات والمعاد والشرائع لم يتكلم فيها سلفه، ولا وصلت إليها عقولهم ولا بلغتهم علومهم، فإنه استفادها من المسلمين، وإن كان إنما أخذ عن الملاحدة المنتسبين إلى المسلمين كالإسماعيليين. انظر، يقولون أن ابن سينا أخذ الفلسفة من الملحدين الإسماعيليين الذين ينكرون الآخرة، ينكرون البعث والقيامة، الجنة والنار، يعني المذهب الإسماعيلي يعني 12. وكان هو وأهل بيته وأتباعهم معروفين عند المسلمين بالإلحاد. انظر، ابن سينا معروفين عند أهل بيته وأتباعهم أنهم ملحدين عند المسلمين، وأحسن ما يظهرون دين الرفض، وهم في الباطن يبطنون الكفر المحض. يعني هم صح يقول لك أنا مسلم، لكن في داخله هو كافر، ونحن عرفنا ذلك. وقد صنف المسلمون في كشف أسرارهم وهتك أسطارهم كتبا كبارا أو صغارا، يعني كأنه يقول أنه نحن ردينا عليهم وأوقفناهم عند حدهم، وجاهدوهم باللسان واليد. انظر، اللسان واليد، اليد من الضرب، إذ كانوا بذلك أحق من اليهود والنصارى. يعني أن نجاهد فيهم باللسان واليد أحق من اليهود والنصارى. هذا عن ابن سينا وكل عائلته وكل الذين العلماء المعروفين أنذاك أنهم ملحدين. أيضا ابن سينا في نظر المتقدمين من علماء الإسلام يقول: والمقصود هنا أن ابن سينا أخبر عن نفسه أن أهل بيته وأباه وأخاه كانوا من هؤلاء الملاحدة، وأنه إنما اشتغل بالفلسفة بسبب ذلك، يعني فلسفة كفر، فإنه كان يسمعهم، وقال أيضا أنه ملحد، فإنه كان يسمعهم يذكرون العقل والنفس. يعني لا تذكر لا عقل ولا نفس ولا فلسفة، ولا يعني تقول أنه أنا أنقل وأنا يعني النقل العقل يعني أحسن من النقل، فهذا ملحد كافر أو خرج من الطريق. وهذا من فتاوي جزء 7 صفحة 134. انظر، وقد كفره الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال، وقال ابن الصلاح: لم يكن من علماء الإسلام بل كان شيطانا من شياطين الإنس. انظر، ابن سينا شيطان من شياطين الإنس. وهنا في شذرات الذهب سنة 25 و400، يعني في هذا المصدر. وهنا قال ابن القيم: وأما هذا الذي يوجد في كتب المتأخرين من حكاية مذهبه، يقصد أرسطو، فإنما هو من وضع ابن سينا، يعني أرسطو، ابن سينا تعلم من أرسطو، فإنه قارب مذهب سلفه الملاحدة من دين الإسلام بجهده، وغاية ما أمكنه أن قربه من أقوال الجهمية الغالين في التهجم. يعني الجهميين أخذوا من أرسطو، متفلسفين ملاحدة. هذا ما قاله ابن القيم في إغاثة اللهفان جزء 2 صفحة 451. وأيضا يقول في الشفاء العليل جزء 1 صفحة 24، يقول: ولهذا قال شيخ الملحدين ابن سينا، انظر، شيخ الملحدين ابن سينا في إشارته: العارف لا ينكر منكرا، العارف لا ينكر منكرا. هذا شيخ الملحدين ابن سينا، وصفه الشفاء العليل بهذا الوصف. أيضا في إغاثة اللهفان جزء 2 صفحة 455 النصير الطوسي: واتخذ الملاحد مدارس، ورام جعله إشارات إمام الملحدين ابن سينا. انظر، إمام الملحدين ابن سينا مكان القرآن، فلم يقدر على ذلك. يعني يريد أن يتخذ يعني الفلسفة والأمور العقلية ويعني الهيلينية المادية بدل القرآن، فلم يقدر على ذلك، وسماه إمام الملحدين وشيخ الملحدين. سير أعلام النبلاء جزء 13 صفحة 344 يقول: ولهذا حدثني ابن شيخ الحصيري عن والده الشيخ الحصيري شيخا حنفيا في زمانه، قال: كان الفقهاء بخارى يقولون في ابن سينا كان كافرا ذكيا. كان كافرا ذكيا. أيضا ينقل في ميزان الاعتدال جزء 2 صفحة 294: الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو على الرئيس، وما أعلمه روى شيئا من العلم، ولو روى لما حلت الرؤيا عنه، لأنه فلسفي النحلة ضال. هذا ابن سينا. يعني إذن كفروا ابن سينا، الحلاج، يعني كل العلماء الذين كانوا حينها. قال ابن القيم: لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق اليونان بدوام هذا العالم المشهور والأرواح وليس بفان، عن ابن سينا. فأكمل الكشميري وهو ابن سينا القرنطي: غدا مدى شرك الردى وشريطة الشيطان، شرك الردى وشريطة الشيطان. وهذا في كتاب فيض الباري في شرح صحيح البخاري جزء 5 صفحة 288. إذن ابن سينا مكفر من كل العلماء المسلمين. في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي يقول: ولكن أكثر العلماء على كفره وزندقته، حتى قال الإمام الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال والمفصح عن الأحوال: لا نشك في كفرهما، أي الفارابي وابن سينا. انظر هنا، الفارابي وابن سينا. ويقول أيضا: الفارابي شيخ الفلسفة الحكيم أبو ناصر محمد بن طرخان بن الأوزع، يعني يقول أحد الأذكياء المنطقي الأذكياء، وهذا هذا كافر. ويقول له تصانيف مشهورة: من ابتغى الهدى منها ظل وحار، منها تخرج ابن سينا، منها تخرج ابن سينا. يعني كأنه يقول مدرسة خرج منها ابن سينا والفارابي المنطق، وهذا يعني كلهم
زنادقة وكفار. أيضا إغاثة اللهفان لابن القيم جزء 2 صفحة 450 يقول: ثم وسع الفارابي الكلام في صناعة المنطق وبسطها، وشرح الفلسفة إرسطو وهذبها وبالغ في ذلك، وكان على طريقة سلفه من الكفر بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا ملحد، يعني الفارابي طلع ملحد. إذا ابن سينا ملحد، الفارابي ملحد، وكل العلوم لا. هنا الرازي، انظر الرازي فارسي مثلا في فتاوى ابن تيمية جزء 4 صفحة 144، وكتب من أخذ عنهم مثل محمد بن زكريا الرازي وابن سينا ونحوهم من الزنادقة الأطباء، سماهم الزنادقة الأطباء، يعني زكريا الرازي وابن سينا. هنا في إغاثة اللهفان جزء 2 صفحة 443: وكان محمد بن زكريا الرازي على هذا المذهب لكنه لم يثبت إبليس، انظر لم يثبت إبليس، فجعل مكانه النفس، وقال بقدم الخمسة يعني أخدمية، مع رشحه به من مذاهب الصابئة والدهرية، من الصابئة والدهرية والفلاسفة والبراهمة، فكان قد أخذ من كل دين شر ما فيه، وصنف كتابا في أبطال النبوءات ورسالة في إبطال الميعاد، فركب مذاهب المجموعة من الزنادقة العالم. يعني الفارابي عمل كل هذا أنه أخذ من كل الأديان شرورها ويريد أن الناس أن تلحد، وصنف كتاب أنه لا توجد نبوءات وأنه لا يوجد ميعاد ولا أمور يعني دينية ولا يوجد الله وكذا. فالرازي ملحد بالنسبة إلى المسلم. أيضا من تاريخ الإلحاد في الإسلام صفحة 233: الرازي ملحد. وما يعنينا هنا أن ما نبين الجانب الإلحادي في فلسفة الرازي هذه، وقد عبر عنه فيما يلوح في كتابه العلم الإلهي، ثم في كتاب مخاريق الأنبياء، ولكننا نعرف رأيه هذا خصوصا من المناظرات التي جرت بينه وبين أبي حاتم الرازي، ثم ما أورد هذا الأخير في كتابه أعلام النبوة مقتبسا من كتاب مخاريق الأنبياء لابن زكريا الرازي، وقد نشر. يعني هنا يعطيك الدليل أن الرازي ملحد. جابر ابن حيان، انظر حتى جابر ابن حيان، انظروا يا جماعة، جابر ابن حيان، الرازي، الفارابي، ابن سينا، يعني كلهم كفار. جابر بن حيان. وأما جابر بن حيان صاحب المصنفات المشهورة عند الكيميائية فمجهول لا يعرف وليس له ذكر بين أهل العلم ولا بين أهل الدين، وهذه في فتاوى ابن تيمية جزء 29 صفحة 374. ثم ظهر بالمشرق جابر بن حيان كبير السحرة في هذه الملة، مقدمة ابن خلدون جزء 1 صفحة 504. ويكمل الوافي بالوفيات صلاح الدين الصفدي يقول: جابر بن حيان أبو موسى الطرسوسي، قال القاضي شمس الدين أحمد بن خلقان، ألف كتاب يشتمل على 1000 ورقة يتضمن رسائل جعفر الصادق وهي 500 رسالة في الكيمياء. قلت: وأنا أنزه الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه عن الكلام في الكيمياء، وإنما هذا الشيطان، انظر، وإنما هذا الشيطان أراد الإغواء بكونه عز ذلك إلى أن يقوله مثل جعفر الصادق لا تتلقاه النفوس بالقبول. يعني عمل كل هذه الأمور. أتمنى أني أعطيتكم يعني اليوم المادة كثيرة. أشكركم. إلى حلقة أخرى، أتمنى أنكم استفدتم. أكرر هذا ليس كلامي، أنا يعني أنا آتي بالكلام والكلام الآخر، لأنه قناتي متخصصة في الدين والعقائد والتاريخ. أشكركم، إلى حلقة أخرى.